السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه متنوعه حره اللي هي قناتكم بطبيعه الحال. فضلا منكم وليس امرا، ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، وكذلك ما تنسونيش من تعليقاتكم المحفزه. كيف ما شاهدتوا في العنوان ان زهير مشى للدار البيضاء عند الاستاذه سميره البقالي بالخصوص الابن ديالو. المهم انا بغيت نتكلم على هذا الموضوع هذا اللي تكلم فيه اللي تكلم عليه زهير في الخرجه ديالو مع قناه الشاب اللي هي شوف تيفي، بان ولده ما بغاش يبان نهائيا في المواقع التواصل الاجتماعي من طرف الطليقه ديالو. يعني ولده ما بغاش يبان نهائيا وما بغاش طليقته تتاجر بالولد ديالو، كيف ما كنا كنشوفوا في الفيديوهات ديال طليقته بانها ها هي دارت ليه الحنه، ها هو مريض، ها هو مشات دير ليه الفاكسه، ها هو هذه كل مره وشنو كيفاش كتبينو، وكل مره كيفاش كتاجر به بحال النهار اللي كانت كدوش ليه. يعني هنا كنشوفوا بانها بحال اللي كتستغل هذا البيبي هذا، وبالاخص غادي نشوفوا عاود ملي غادي يخرج الاب ديالها بكريشه حتى هو غادي يبقى يستغلو، غادي يبقى يبينو كل مره يبقى يبينو مع بنته، مره هو بكريشه يبقى يبين حتى ديك البنيته الصغيره ديالو زنوبه، اولا مره هو طالع عند بنته عاوتاني يصور مع ولد بنته. يعني حتى هو غادي نبقاو نشوفوه كيتاجر، وهاد الاسره هذه كامله ما كرهوش كاملين يتاجروا بهذا البيبي هذا. وهذا الشيء اللي ما بغاش زهير، ما بغاش ولده نهائيا يبان في السوشيال ميديا. خاصنا هنا نشجعوا كاملين زهير حيت حيد لطريقته هذا البزبوس هذا اللي بغات دير هي بولدها، ماشي بحال بكريشه باها اللي كان كيتاجر بولادو، كان كيتاجر بجميع المشاكل اللي عنده، كيبقى يخرج من اي حاجه يخرج منها مشكل باش يتاجر بها. هنا بغينا الجمعيه تدخل في هذا الموضوع هذا، وكنقولوا بان لا للتجاره بالاطفال. حنا ماشي في غابه، حنا كيف ما شفنا وسمعنا ان زهير ملي مشى لقناه الشاب اللي شوف تيفي انه قال فيها ما بغاش يحرم ولده من الام، من الطليقه ديالو ما غاديش يحيدوا ليها اولا يحرموا ليها، بالعكس عاد يبقى معاها. هو ما بغاش، بالعكس هو ما بغاش ولده يبان. وهنا كنشوفوا بان طليقته الاهمال ديالها واضح مع البيبي. شفناها حيدات الوليد وباقي صغير ما كمل حتى شهرين، حيدات ليه البزوله. يعني الوليد ما بقاش كيرضع نهائيا ولا كيشرب غير الحليب اصطناعي، وحنا كنعرفوا بان الدور ديال الرضاعه مهمه للدري الصغير، لا بالنسبه للبيبي ولا بالنسبه حتى للام، حتى هي مزيانه لها انها ترضع البيبي ديالها. يعني حنا كنشوفوا هنايا بانه كاين واحد الاهمال، عاود الاهمال ملي مشات سافرت للدار البيضاء، خلات البيبي ديالها وباقي صغير يلاه عنده شهرين، خلاته مع مرت باها، او دابا قالت بغات تمشي لتركيا. يعني حتى شافت الاب ديالو كيخرج في الفيديو كيقول انا باغي ولدي، يعني عوض ما تخليه مع شي حد خلي لي ولدي معايا انا. عاد هي خرجت بانه قالت انا اجي دي ولدك، اتصلت بي وقالت له اجي دي ولدك، هي راها مسافرات لتركيا. يعني هي كنشوفوا هنايا واحد الانانيه، فضلت نفسها على ولدها، وكان هي ولدها شويه كبير عنده عامين ولا 3 سنين، يعني حتى لا خلاته يهمل عليه تمشي تقضي داك الغرض اللي بغات وترجع. ولكن هنا كنشوف واحد الراضي اللي باقي صغير، يعني لا ما بدلتيلوش ما كاينش اللي يبدل له، لا ما وكلتيلوش ما كاينش اللي يوكلو، يعني ما يقدرش يعني يوقف حتى على رجليته او لا يتحرك. يعني كنشوفوا هنا فضلات نفسها على ولدها، يعني فضلات راحتها والمساريه وتخرج على انها تبقى مع واحد الوليد اللي كيتمنى اي واحد يكون عنده الوليدات. هنا كنشوف بانها انانيه وكتفكر هي في راسها وما كتعرفش بان الافات كاين في الدنيا. يعني هي لا قدر الله يمشي وقع لها شي حاجه مثلا في هذه العمليه هذه، كنسمعوا بان العمليه ديال الشفط كاين اللي ما كينجحولوش، يعني ما كتفكرش الوليد ديالها انها تمشي لا قدر الله تخليه في شي بوحدو، او لا توقع لها شي حاجه هي وداك الوليد يتحرم منها. يعني كنشوف بانها يعني ان الاهمال كاين. هنا كنشوفوا بان جميع المنتقدين كاين اللي كيقول لزهير بانه مزيان ملي دار هذه المبادره هذه وبغى ولده يكون معاه، وكاين اللي تيقول لا. يعني كاينين بزاف المؤيدين وكيقولوا مزيان هذا الشيء اللي داير مع زهير مع ولده، انه ما بغاش كاع نهائيا يكون في السوشيال ميديا وما يترباش هذاك الوليد في السوشيال ميديا. يعني بغى ولده يتربى بحال الوليدات ديال العائلات المحترمين، انه يكون وليد الشعب، يعني الوليد تكون عنده هذا الخصوصيه ديالو، انه يلعب كيف الاطفال، يخرج كيف الاطفال، يقرا كيف الاطفال العادي. يعني ما يكونش شي حاجه ملي بدا صغير ملي حتى هو في السوشيال ميديا يبقى يتعرف انت راه امك هادي وباك هذا، ويبقاو الناس يتنمروا عليه. المهم هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى ينال اعجابكم، ما تنسونيش من الاشتراك وما تنسوش ديروا لي لايك للفيديو، وما تنسونيش من تعليقاتكم الجميله، وخليتكم في امان الله.